الفترة دي بقينا بنسمع جملة غريبة جدا، يقول لك اشبك طاقتك معايا بلايك وكومنت وشير وهيتحقق كل اللي هقوله. والله لو ربطنا الأقدار باللايكات، أو لو كان ربنا سبحانه وتعالى ربط الأقدار دي باللايكات، كان أول ناس تتجوز وتختني وتنجح هما اللي بيعملوا الترندات. هو احنا ايه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ يعني ايه اشبك طاقتك معايا؟ يعني هي كلمة معمولة مخصوص عشان تعلمك او تعملك وهم كبير من انك جزء من الفيديو اللي انت قاعد بتشوفه، وان مستقبلك متعلق بضغط على زرار. وبالعقل كده يعني، هو ازاي مستقبل بيت وجواز ورزق وشفاء بيتعلق بلايك او بشير او كومنت؟ فين العقل وفين المنطق؟ فين الايمان نفسه بربنا سبحانه وتعالى؟ الطاروت مش علم، الطاروت تجاره. النماذج دي بتلعب دايما على خوف الناس من بكره، فضولهم، قلقهم، ضعفهم النفسي، او حتى لو جرح في علاقه. فتعمل لك سيناريو جاهز، اللي هو لو نيتك صافيه، لو شبكت طاقتك معايا فالرساله دي ليك. طب ما ممكن الرساله دي تكون لاي حد، ممكن تكون لحد في استراليا مثلا. كلام عام وعايم يمشي على اي حد يعني. وده اسمه صيد جماعي للمشاهدات. وهم تحقيق النبوءات، ان الناس لما بتسمع كلام في التاروت وتصدق، بتبدا تفسر اي موقف على انه اتحقق. ده نفسيا او في علم النفس بنسميه السيلف فولفيلمنت. يعني ده مش غيب، مش طاقه، ده عقلك اللي قاعد بيخدعك. الخطوه مش في التاروت نفسه، ولا الخطوره فيه، الخطوره في الاعتماد عليه. يعني لما واحد بيبني قرارات دايما في جواز، انفصال، عوده علاقه، سفر، شغل، على ورق مرسوم وشويه الوان، يبقى مش محتاج تاروت، ده محتاج يصحى ويفوق من الغيبه اللي هو فيها. الغيب مش لعبه، الغيب ده ملك ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم الغيب الا الله. مش قارئة تاروت ولا قارئة طاقة ولا اشبك طاقتك معايا بلايك وكومنت وشير. الناس مش مغيبة على فكرة، الناس خايفة. اللي بيصدق التاروت ده مش غبي، بس تعبان. بيدور على أي حد يطمنه، بيدور على الطمأنينة، مش حاسس بالأمان حتى لو من مصدر غلط. وهو ده أصل المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها الفترة دي أو في الفيديوهات دي. الطمأنينة مش في التاروت، الطمأنينة دايما في الدعاء والتوكل والاختيار الصح. مفيش حاجة اسمها اشبك طاقتك معايا يا جماعة، في حاجة اسمها اشبك عقلك وفكر وتأكد وارجع لربنا سبحانه وتعالى. الغيب مش محتاج لايك، الغيب مكتوب قبل ما احنا نتولد. خليك واعي وخلي طاقتك متشبكة فعلا، بس مع عقلك وبس. الموضوع ده مهم جدا، وأرجوكم عشان في ناس كتير جدا مغيبة، شارك الحلقة دي معايا، يمكن تفوق بيها حد كان ماشي ورا الوهم. أشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.